السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وتحدث إليه بأن له جارا يؤذيه. تحدث هذا الرجل إلى هذا الجار ونصح له بكثير من النصائح، لكن هذا الرجل ما زال يؤذي هذا الجار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يجمع متاعه ويقف به على الطريق. جمع هذا الرجل عفشه ومتاعه ووقف به على الطريق، وكلما مر عليه رهط من قومه سألوه: ما الذي حملك على أن تجمع متاعك وتقف به على الطريق؟ فيخبرهم: إن لي جارا يؤذيني. لما يرى الناس ما وصل إليه الجار من أذية جاره أنه يجمع متاعه وعفشه ويقف به على الطريق، يدعون على هذا الرجل ويلعنونه، أي هذا الجار المؤذي. لما رأى هذا الرجل الجار المؤذي ما يفعله الناس من الدعاء عليه ولعنته، ذهب هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له لعنة الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتتعجب من دعاء الناس ولعنتهم لك؟ والله قد لعنك قبلهم. فذهب هذا الجار إلى جاره وطلب منه أن يجمع متاعه ويعود، وتعهد على ألا يؤذيه مرة أخرى. إياكم وأذية الجار، فإن للجار حقوق قد جعلها الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.